هو ازاي الزمن بيقف في بعض المقابر الفرعونية؟ وهل ده ليه علاقة بتأكيد ايلون ماسك على انه لازم يجي مصر في 2025 بعد ما أجل زيارته دي 4 سنين كاملين؟ وايه علاقة وجود ايلون ماسك بالتشويه اللي حصل في المقبرة من ايام قليلة؟ ويا ترى في رابط بين الاحداث دي وبين الاحداث اللي حكاها راجل غريب في وجوده جوه المقبرة والحاجات اللي حصلت له بشكل غريب؟ تخيل نفسك داخل مقبرة من المقابر الفرعونية اللي موجودة في أماكن كتير جدا في مصر، وتحديدا في منطقة سقارة، وكانت الساعة معاك هي الساعة 3 بالظبط، وانت داخل المقبرة وقفت قدام واحدة من الجداريات اللي جوه اللي عليها رسوم فنية جميلة جدا، وفضلت مركز فيها شوية. بس بعد ما خرجت من المقبرة وبعد ما وقفت شوية وقت جوه، خرجت بتبص في الساعة بتاعتك لقيتها 3:10. هو ده اللي بيحصل، والأحداث الغريبة اللي بتحكيها بعض الناس عن دخول مقبرة ميرو روكا في منطقة سقارة، المقبرة اللي فيها أسرار كتير جدا، ولحد اللحظة دي محدش يعرف الأسرار اللي فيها بتحصل ازاي وبأي طريقة. فهي إن الوقت جوه بيبقى شبه توقف أو كمان رجع لورا شوية، يعني أنت بتخش في ميعاد وتخرج في ميعاد تاني، وبعد ما بتخرج بتلاقي الوقت رجع لورا بدل ما يطلع لقدام. الأحداث دي كانت أحداث غريبة وحصلت مع بعض الناس اللي دخلت المقبرة قدام واحدة من الجداريات، والتمثال اللي موجود من عصر الأسرة السادسة، وده اللي خلى واحد يعمل تجربة هناك لما سمع عن القصة دي، وفعلا جاب ساعتين، ساعة منهم حطها تحت قدم التمثال والساعة التانية قدام وجه التمثال. وبعد 4 ساعات من وجود الساعتين في الأماكن دي اكتشف حاجة أغرب من الخيال وما كانش مصدقها، اكتشف إن في اختلاف في الوقت حوالي 18 دقيقة بين الساعتين، والكلام ده بعد 4 ساعات بس. الساعة اللي عند الوجه سبقت الساعة التانية ب 18 دقيقة، ومن ساعتها ما بقاش حد فاهم حاجة في موضوع الوقت جوه المقبرة دي. بس تعالى أقول لك على اللي جاي عشان هيبقى أغرب حاجة في القصة دي. معروف عن الزمن ان هو حاجه نسبيه وبيتغير من شخص للتاني، وهو بعد رابع واتكلم عنه اينشتاين في النظريه النسبيه بتاعته، ودي حاجه اللي المخ البشري لسه لحد دلوقتي مش قادر يتخيلها فيزيائيا. وطبعا بنعبر عن الزمن ده بالساعات اللي موجوده في ايدينا، ومحدش يقدر يغير الوقت ده لانه ماشي لقدام دايما. لكن في بعض مقابر القدماء المصريين اللي بيتغير فيها الوقت او بيقف تحديدا، بعض الناس اتكلمت وقالت انه بسبب الموجات الكهرومغناطيسيه. بس لما ايلون ماسك اتكلم في الموضوع بدانا نربط الاحداث ونقول هو ليه ايلون ماسك بقى يتكلم عن مصر كتير اليومين دول. عايزك تركز معايا كويس قوي عشان اللي جاي مهم جدا. وحتى كان في لقاء مع اعلامي وايلون ماسك اتكلم بشكل غريب قوي، لدرجه ان الاعلامي اللي قدامه كان بدا يرتبك من الكلام اللي ايلون ماسك بيقوله ومستغرب ومش عارف يتكلم ازاي. ايلون ماسك ساعتها قال له انه الاله الجديد هيجي من ممفيس في مصر. طبعا كل الاديان اتكلمت على الدجال، وايلون ماسك في التصريحات الاخيره ليه قال انه عايز يزور اهم الاماكن اللي موجوده في مصر لان فيها اسرار عظيمه جدا ولسه بيكتشفوها، ومن اهم الاماكن دي كانت الاهرامات ومقابر السرابيوم ومعبد دندره ومقبره ميرو روكا بسقاره. الاماكن دي ايلون ماسك اتكلم عليها على انها فيها اسرار كتيره جدا ولسه لحد دلوقتي بيكتشفوا فيها، وكل يوم بنكتشف حاجه جديده جوه المقابر دي وما نبقاش عارفين تفسير ليها. بس من الواضح ان ايلون ماسك بدا يتكلم كتير عن المواضيع دي، ومن الواضح انه عنده اسرار او حاجه معينه احنا ما نعرفهاش لحد دلوقتي، بس هو عنده معلومه بيها. ولو ربطنا الاحداث وقلنا ان كلام ايلون ماسك عن منفيس اللي هي كانت على خرائط زمان موجوده تقريبا في نفس مكان القاهره الكبرى دلوقتي اللي فيها الجيزه او اهرامات الجيزه اللي موجوده في الصحراء وبرضه جواها غرف مغلقه، لما نيجي نربط الاحداث دي ببعض هنلاقي انه في بعض التفسيرات بدات تبقى غريبه، واصرار ايلون ماسك على زياره مصر وعلى زياره بعض الاماكن اللي عليها جدل كبير في الاسرار بتاعتها. ومن كام يوم اعلن وزاره الاثار انه في تشويه متعمد حصل جوه مقبره ميرو روكا في سقاره. طب التشويه ده كان مقصود بايه وليه في المقبره دي بالذات اللي عليها كلام كتير جدا من ناحيه الاسرار بتاعتها؟ انا عادل مجدي، شير كتير للفيديو ده عشان نبقى مركزين الفتره الجايه في اي احداث تحصل، وعايزك تقول لي رايك اليومين دول من ناحيه اللي بيحصل في المقابر الفرعونيه او اللي ايلون ماسك بيعمله وليه بدا يجيب سيره مصر في الاحداث بتاعته. ويا ريت لو لسه ما عملتش متابعه تروح تعمل دلوقتي بسرعه عشان هتشوف الفتره اللي جايه حاجات غريبه جدا واحداث كتير هنتكلم عليها في الحلقات الجايه. وعايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك عشان الموضوع ينتشر وكل الناس تعرف عن الاثار بتاعه القدماء المصريين اللي لحد اللحظه دي محدش يعرف عنها ولو 10% من الاسرار بتاعتها.